يا هلا فيكم بقناتي. هون المكان يلي مو أي حدا بيدخله وبيطلع مثل ما فات، لأن هون منغوص سوا بعوالم ما بين الحقيقة والخيال، ومنفتح أبواب ما لازم تنفتح، ومنحكي عن قصص مو الكل بيصدقها، قصص صارت فعلا بس ما حدا فهمها، وأحداث غريبة مرت عبر الزمن بين الماضي والحاضر. أنا لمسة غموض، وبوعدك كل فيديو هون رح ياخدك برحلة ما رح تنساها، رحلة بتخليك تشوف العالم بنظرة تانية. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فكيف جعلوه حفيد القرد؟ يا صديقي العزيز، تخيل أن يأتيك اليوم من يقول لك أنك مجرد صدفة بيولوجية في هذا الكون الفسيح، مجرد نتيجة عشوائية لانفجار مجهول أو لعمليات تطور عمياء بدأت منذ ملايين السنين. تخيل أن يقول لك أنت حفيد كائن بدائي كان يعيش في الكهوف، يأكل النيء ويمشي على أربع ويصدر أصوات غير مفهومة، ثم يضعون أمامك صورة كائن غريب، شعره منكوش، وجهه قاس، يرتدي جلد حيوان، ويقولون بابتسامة باردة: هو ذاك جدك الأول يا ابن آدم. لكن تمهل، قبل أن تصدق هذه الرواية التي تروى بثقة وكأنها حقيقة مطلقة، عليك أن تعرف أن القصة أعمق وأخطر مما تبدو عليه. ما نحن أمامه ليس مجرد نقاش علمي أو بحث في أصول الإنسان، بل هو أكبر عملية تضليل فكري في التاريخ الحديث. رحلتنا اليوم ليست في صفحات كتب الأحياء فقط، بل في كهوف العقل الإنساني ذاته، حيث يبدأ الصراع بين العلم والهوى وبين الحق والخداع. فشد الحزام يا صديقي، سنعود معا إلى ما قبل 100,000 سنة، إلى عصور الظلال والغموض، لنكشف ما الذي حدث حقا في بداية الحكاية. تصور المشهد معي بدقة. في كهف بارد بأوروبا يقف مجموعة من العلماء يرتدون المعاطف البيضاء ويحملون مصابيح صغيرة وأدوات حفر دقيقة، وبينما هم ينقبون في الصخور يعثر أحدهم على جمجمة غير مكتملة وبعض العظام المبعثرة التي لم يعرف أصلها بعد. وفجأة وبكل ثقة يعلن أحدهم أمام الكاميرات: لقد وجدنا الإنسان البدائي الأول. وتبدأ المسرحية، يعيد الفنانون تركيب الجمجمة ويضيفون تفاصيل من خيالهم: شعر كثيف، وجه غليظ، نظرة فارغة، أكتاف منحنية، وجلد حيوان يغطي الجسد، ثم يقول للعالم: هكذا كنا قبل أن نصبح بشرا. لكن الحقيقة أن هذا كله ليس سوى تخيل فني لا يستند إلى دليل علمي ثابت. العظام التي وجدت كانت ناقصة، مختلطة، أحيانا تنتمي لأكثر من كائن مختلف، والصور التي تراها في الكتب المدرسية ما هي إلا لوحات رسمها فنانون بإرشاد من أفكار مسبقة، أي أن ما يسمونه الإنسان نصف القرد لم يوجد قط إلا في الخيال البشري لا في الواقع. من هو نياندرتال حقا؟ الاسم الذي كرره على مسامعنا حتى حفظناه، لكن هل كان فعلا كائنا نصف قرد كما صوروه؟ الجواب الذي يتغافل عنه كثير من العلماء هو لا إطلاقا. النياندرتال كان إنسانا عاقلا كاملا، له دماغ أكبر قليلا من دماغ الإنسان الحديث. استخدم النار وصنع الأدوات الحجرية بدقة هندسية مذهلة، وعاش حياة اجتماعية منظمة فيها تعاون ورعاية للمرضى ودفن للموتى وفق طقوس واحترام. بل هناك آثار تثبت أنه كان يزين جسده ويستخدم الرموز والألوان، أي أنه كان يمتلك وعيا فنيا وجماليا. فأي نصف قرد هذا الذي يدفن موتاه ويبكي عليهم؟ أي كائن بدائي هذا الذي يشعل النار ويصنع الأدوات ويتواصل بالرموز؟
الحقيقة التي يحاولون طمسها هي أن نياندرتال لم يكن مرحلة تطور، بل فرعا بشريا كامل للإنسانية، عاش في ظروف مناخية قاسية جعلت بنيته أضخم وأقوى. لنعد إلى القرن ال19 حين خرج تشارلز إلى العالم بكتابه الشهير أصل الأنواع، ومنذ تلك اللحظة بدأت حملة فكرية ضخمة لتأكد فكرته مهما كان الثمن. ولأن الأدلة لم تكن كافية لجأ بعض الأتباع النظرية إلى التزييف والتلفيق قضية إنسان بيلتدوان، حيث خلطت جمجمة إنسان بفك قرد وقدمت للعالم كحلقة مفقودة لمدة 40 سنة قبل أن تكشف بأنها خدعة علمية ضخمة. إنسان نبراسكا لم يكن سوى ضرس خنزير بري، ومع ذلك أعلنوه دليلا على وجود كائن بين الإنسان والقرد. كم من الأدلة التي سقطت حين وضعت تحت ضوء الحقيقة، وكل مرة تتكرر الخدعة، لكن الهدف واحد: إقناعك أنك إنتاج صدفة وليس خلقا مقصودا. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه الآية وحدها كفيلة بنسف كل الفرضيات الزائفة، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أكمل صورة منذ اللحظة الأولى، لم يمر بمراحل تجريبية، ولم يكن يوما نصف حيوان. العقل البشري، اللغة، الروح، الضمير، كلها صفات فريدة لا يمكن أن تكون ناتجة عن صدفة كيميائية أو تحول جيني. الذي خلق الكون بهذا الاتقان المعجز لن يعجز عن خلق إنسان كامل منذ البداية. ولهذا قال تعالى أيضا: هو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أي أن خلقك بتصميم متقن وتوازن دقيق، روحا وجسدا وعقلا. الدراسات الحديثة أثبتت أن نياندرتال استخدم الرموز والزخارف في التعبير الفني، كان لديه وعي اجتماعي وطقوس دفن منظمة، صنع أدوات معقدة ومتقنة، عاش في جماعات وتعاون للبقاء في ظروف مناخية صعبة. أليس هذا دليلا قاطعا على إنسانيته الكاملة؟ أليس من الظلم اختزاله في كونه نصف قرد؟ لكن الحقيقة التي تخيفهم هي أن العقل الإنساني لا يمكن تفسيره بالمادة وحدها، ولا يمكن اختزاله في تفاعلات كيميائية أو طفرات جينية. المسألة يا صديقي ليست علمية بقدر ما هي فكرية وفلسفية. الغاية الخفية وراء نشر فكرة التطور هي فصل الإنسان عن خالقه. حين يقولون لك أنك مجرد نتيجة صدفة، فهم يمهدون ليقولون لاحقا: إذا لا خالق ولا غاية ولا حساب. وهكذا يتحول الإنسان من مخلوق مكرم إلى رقم في معادلة كونية بلا معنى. وهذا هو أخطر أنواع المسخ، ليس مسخ الشكل بل مسخ المعنى والهوية. الإنسان ليس لحما وعظما فقط، فيه سر لا يفسر علميا. الروح هي التي تمنحه الوعي والإبداع والإلهام، هي التي تجعله يكتب، يفكر، يبني، يحب ويبحث عن الحقيقة. حتى علماء الأعصاب الماديون في لحظات صدق اعترفوا بأنهم لن يستطيعوا تفسير الوعي أو الإدراك الذاتي، لأنها ببساطة ليست مادة بل سر رباني. يا صديقي، بين جمجمة النياندرتال وكتاب داروين فجوة لا تسد إلا بشيء واحد: الروح. تاريخ طويل من الأكاذيب العلمية والتزييف الإعلامي، والهدف كان ولا يزال إقصاء فكرة الخلق الإلهي من عقل الإنسان. لكن مهما حاولوا تظل الحقيقة ساطعة كالشمس. أنت مخلوق نفخ الله فيه من روحه وكرمه بالعقل والإرادة والضمير، ولقد كرمنا بني آدم. أنت لست سلالة قرد بل مخلوق سماوي النفخة، أرض الجسد، إله المعنى. فاحفظ مقامك وارفع نظرك إلى السماء كلما حاولوا أن يقزموك إلى مستوى الحيوان.
الآن أخبرني أنت، هل ترى أن نظرية التطور حقيقة علمية راسخة أم واحدة من أعظم الخدع التي غيرت وعي البشرية؟ اكتب رأيك وخلينا نحفر سوا أعمق في أسرار الخلق والعقل والروح. وإذا حبيت تعرف قصص تانية مثل هي، قصص غامضة وغريبة ومليانة أسرار بين الحياة والموت، اشترك بالقناة وخليك معنا بهالعالم يلي ما بينكشف إلا للأصحاب العيون الفضولية، لأن يلي جاية أعمق وأغرب وأكثر غموض مما تتخيل. هون القصص ما بتنتهي، هون الغموض هو البداية. تابعوني وحبوني، ومن لايكاتكم لا تحرموني.